هلا، شلونكم؟ طبعا هذا اول فيديو الي وان شاء الله ما يكون اخر واحد. بس بما انه بالبيت دائما يقولوا لي شنو السر البطاطا او البوتيت، احنا بالعراق نقولها شلون تكون مقرمشة عندك. طبعا انا عندي سر بيها من اسويها، سر مقرمشة وتكون لينة ما تكون يابسة بالقليل. شنو السر مالتي؟ طبعا هسه اني هاي محضرتها متبلتها ومخلصة، منتظرة شوي اللاغ ابش اقليها. زين، شنو السر مالتها؟ السر مالتها اني اقطعها طبعا بهذا الشكل، وراها استغني عن الملح، ابدا ما اخلي ملح. اللي ما استغني عنه او يكون بديل له هو شنو؟ الماجي. طبعا راح اشوفكم اياه. هاي اكياس الماجي اللي اخليها بديل لشنو؟ للملح. هاي اكياس الماجي اكو منها مكعبات، بس انا ما استخدمها لان تكون مالحه كلش. هاي الكميه اخلي لها كيس واحد. طبعا كل ما تزيد الكميه تزيد طبعا كميه الماجي. زين، شنو بعد السر الثاني اللي وياها؟ السر الثاني اللي اخليه هو البابريكا. البابريكا تسوي بيها حراره سبايسي كلش خفيفه حلوه. طبعا اكو نوعين عند العطارين، اكو بارده واكو حاره. انا اللي خليتها نص سبايسي، يعني شويه بيها حراره لان بالبيت يحبوها. زين، تقدرون تخلوها كريسبي، تصير شلون الكنتاكي، تخلونها نفس هاي الاضافات، بس تزيدون عليها شنو؟ تزيدون عليها النشا. والف عافيه، كلش طيبه، واللي يجربها يكتب لي بالتعليقات. طبعا انا راح اكمل الفيديو بعد القلي حتى اشوفكم شكلها.